بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، أيها السادة الكرام، نهنئكم بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جعل الله دائما أعيادنا مضاعفة، وجمع الله العيد على العيد، فكانت كل أيامكم أعيادا بإذن الله. فهو عيد للثورة، وهو عيد للمؤمنين، وهو عيد لشباب الثورة، وهو عيد للشباب المتجدد في هويته العربية الإسلامية، المتصالح مع عصره، المتصالح مع محيطه، المتطلع إلى مستقبله، السيد على مصيره، السيد المؤتمن على ثورته وأهداف ثورته وعلى استقلالية قراره، والسيد المؤتمن على الاختيار الشعبي وعلى المؤسسات التي أنتجتها الثورة، ومنها رأيت لافتة منذ قليل، لافتة المجلس الوطني التأسيسي، ومنها المجلس الوطني التأسيسي. هذا المجلس المنتخب انتخابا حرا ونزيها وشفافا، هذا المجلس الذي يمثل اليوم مصدر السلطات، تعلمون جميعا أنه تعرض إلى مؤامرة من أجل حله والإطاحة به، ومن أجل الإطاحة بالمؤسسات المنبثقة عنه، ولكن المجلس صمد والشعب صمد دفاعا عن الشرعية. وأنيكم مجددا بذكرى مولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلكم الله من محيي سنته ومتبعي دعوته ومن مرافقيه في الجنة، وجعله شفيعا لنا ولكم يوم الدين. هذا الرسول الأعظم الذي سن دستور المدينة، هذا الرسول الأعظم الذي بنى مؤسسات الدولة، يهيب بكم اليوم يا أتباع محمد أيها التونسيون جميعا أن تعيدوا للبلد دستوره الذي يليق به، أن يكون لبلدنا المطمئن الأمين دستور يليق به. كان بودنا أن نحتفل في الذكرى الثالثة لثورتنا المجيدة، في الذكرى الثالثة لثورة الأحرار، في الذكرى الثالثة لثورة الأبرار، في الذكرى الثالثة لثورة الشباب، في الذكرى الثالثة لثورة الكرامة والعدالة والحرية. كان بودنا لو احتفلنا اليوم في الدستور، ولكن الدستور آت لا ريب فيه، ولم يبقى من الدستور إلا أقل من ربعه
فالدستور جاهز في مشروعه ومستهدفته، والدستور لم يبقى أمام نواب مجلسنا الموقر إلا المصادقة على ما تبقى من فصول لم تتم المصادقة عليها بعد. فاجتماعنا اليوم في الذكرى الثالثة للثورة لنجعله احتفالا تمهيديا بالدستور، وليكن الاحتفال الأكبر بالدستور عما قريب إن شاء الله. أن يكون لتونس دستور، أن يكون لبلدنا دستور، أن تقوم مؤسساتنا القادمة، أن تقوم السلطات على أساس دستور نتوافق حوله، دستور يلبي تطلعات شعبنا، دستور يحقق أهداف ثورتنا. فهذا لعمري من أهم المكتسبات، من أهم المنجزات، من أهم ثمار هذه الثورة المباركة المجيدة. فالدستور إخواني ليس بالأمر الهين والبسيط، بل هو الركن الأساسي في بناء المرحلة الجديدة، بل هو الركيزة الأساسية في بناء المؤسسات الشرعية القادمة إن شاء الله. ولهذا ففي الذكرى الثالثة نبشر التونسيين ونبشر شركاء تونس وأحباء تونس وأحباء ثورة شباب تونس وأحباء الثورة التونسية بأن هذه الثورة تتقدم، هذه الثورة تنجز، هذه الثورة تحقق الانتصار تلو الانتصار. فبعد قانون العدالة الانتقالية الذي نأمل منه أن يعيد الحقوق لأصحابها، وأن ينهي المظالم، وأن يداوي الجروح، وأن يعيد الاعتبار ويجبر الأضرار، ويعوض للمتضررين ضحايا الاستبداد والإرهاب والفساد، إرهاب الدولة واستبداد النظام وفساد حاشيته. نأمل من هذا القانون أن يرد لكل هؤلاء حقوقهم وكرامتهم، وأن يعيد لهم اعتبارهم. فبعد قانون العدالة الانتقالية، وما أدراك ما قانون العدالة الانتقالية، وهو بشهادة الخبراء، بشهادة المختصين، من أفضل قوانين العدالة الانتقالية في العالم. فللعدالة الانتقالية حماة، وللعدالة الانتقالية أنصار، وللعدالة الانتقالية آليات، وللعدالة الانتقالية قانون وتشريعات، وللعدالة الانتقالية مكان في ثورتنا ومكان فيما تبقى من مسار الانتقال الديمقراطي وما تبقى من استحقاقات الثورة. فلا تنازل عن العدالة الانتقالية، وقد جاء هذا القانون ليكون ملزما للحكومة الحالية والحكومة القادمة والحكومة التي تليها والحكومة التي تليها، حتى يتحقق العدل والإنصاف وتعاد الحقوق إلى أصحابها. آنذاك أن قامت مصالحة فتقوم على العدل والإنصاف، لا على التسويات التي تراعي مصلحة هذا أو مصلحة ذاك على حساب أصحاب الحق الشرعيين وعلى حساب أصحاب الحق الحقيقيين. فبعد حماية المجلس وبعد قانون العدالة الانتقالية جاءت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لبنة جديدة في البناء الديمقراطي، لبنة جديدة في بناء الانتقال الديمقراطي، في بناء الانتقال السياسي، لبنة جديدة في تحقيق أهداف الثورة، وخطوة جديدة في الاستحقاقات الثورية
لهذه المرحلة التاريخية التي يعيشها شعبنا. هذه الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي تم انتقاؤها واختيارها من بين قرابة 1000 مترشح لهذه الهيئة. هذه الهيئة التي أراد البعض أن لا ترى النور، هذه الهيئة المستقلة فعلا، هذه الهيئة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات، على حرية الانتخابات، على شفافية الانتخابات، هي اليوم أصبحت حقيقة واقعة، وهي أيضا ركن ولبنة في بناء وفي البناء والتأسيس وفي إنجاح المرحلة الانتقالية، وهي خطوة حاسمة يصعب معها العودة إلى الوراء، مثل ما يصعب العودة إلى الوراء مع الحفاظ على المجلس وصلاحية المجلس ودور المجلس، يصعب العودة إلى الوراء مع قانون العدالة الانتقالية، ويصعب العودة إلى الوراء مع الهيئة المستقلة للانتخابات. وعما قريب إن شاء الله يتحدد موعد للانتخابات، وهو مطلب من مطالب الثورة ومطلب من مطالب الشعب، لأنه لا شرعية خارج الاختيار الشعبي، لا شرعية خارج الاختيار الشعبي، لا شرعية دائمة خارج الاختيار والإرادة الشعبية. والموازين الحقيقية تعطيها الانتخابات، الموازين الحقيقية تعطيها الانتخابات، الاتجاه العام تحدده الانتخابات، المستقبل ترسمه الانتخابات. أما نقل السلطة من جهة منتخبة إلى جهة غير منتخبة عن طريق القوة فهو انقلاب. وقد ولى زمن الانقلابات، وقد ولى زمن الانقلابات، فالشعب هو الذي يحمي ثورته، والشعب هو الذي يحمي الانتخابات، والشعب هو الذي يقول هذا صوتي، والشعب هو الذي يقول لا أقبل بأن يسرق صوتي أو أن يزيف صوتي. ومثل ما ولى عهد الانقلابات وبدأ عهد الانتخابات، فقد ولى أيضا عهد التزييف، فالتزييف جريمة، وقد ولى عهد التزييف، وقانون العدالة الانتقالية سيحاسب من تورطوا في تزييف الانتخابات. زمن الاستبداد، مطالب قانون العدالة الانتقالية ومطالب الدولة والحكومة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية أن تؤاخذ وتحاسب وتسائل من نظم وتورط ودبر تزييف الانتخابات زمن الاستبداد والفساد. لنقل كلمة عن كلمة، لا أدري إن كانت لها شعبية عندكم أم ليس لها شعبية. وقبل أن أختم لنقل كلمة
عن كلمة لا أدري إن كانت لها شعبية عندكم أم لا، هي الحوار الوطني. لنقل كلمة عن الحوار. هذا الحوار الذي اخترناه، هذا الحوار الذي قبلنا به، هذا الحوار الذي دعونا إليه، هذا الحوار الذي نتمسك به. هذه التهمة التي يراد إلصاقها بكم بأنكم دعاة حوار، نريدكم أن تقولوا للعالم نعم نحن دعاة حوار، أحب من أحب وأبى من أبى. النهضة متهمة بأنها داعية حوار. يتهمونكم بأنكم دعاة حوار، ويتهمونكم بأنكم تؤمنون بالحوار، ويتهمونكم بأنكم تعملون بمبدأ الحوار والتوافق. فنعم التهمة هي يا دعاة الحوار. حوار الأبطال وحوار الشجعان، حوار الواثقين من أنفسهم، حوار الواثقين من مشروعهم، حوار الواثقين من مبادئهم، حوار المتشبثين بثوابهم، حوار المؤمنين بثورتهم، حوار المستعدين للموت من أجل تحقيق أهداف ثورتهم، حوار الأوفياء للشهداء. حوار الشعب المتحد بكل مؤسساته، بجيشه وأمنه ومجلسه وحكومته ومؤسساته. حوار من أجل الوحدة، حوار من أجل تونس قوية، وحوار من أجل نهضة قوية. وتعلمون جميعا أن تونس قلناها ونعيدها ونكررها، تونس أفضل بنهضة أقوى. شكوى تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام، مات الحمى وحماة الحمى. هلموا لمجد الزمن، لقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن. ومثلما خرجت تونس من كل أزمة موحدة، خرجت النهضة من كل محنة قوية وأقوى. فبنهضة أقوى تونس موحدة، وبنهضة أقوى تونس أفضل. نريد أمنا قويا وجيشا قويا ومؤسسات قوية وشعبا قويا موحدا مؤمنا واثقا من الحاضر والمستقبل، قوي العمل في الله سبحانه وتعالى، قوي الثقة في المولى سبحانه وتعالى، وواثق من مشروعه ومبادئه وثوابته وأهدافه ومقاصده ومشروعه. هذا المشروع الوطني المستقبلي الموحد لكل فيه مكان. فقد انقضى زمن التزييف، وانقضى زمن الظلم، وانقضى زمن الاستبداد، وانقضى معهم زمن الإقصاء. ختاما
ختاما نجدد الولاء للوطن، ونجدد الوفاء للشهداء، ونجدد الالتزام بأهداف ثورتنا المجيدة، ونجدد الاستعداد للمضي حتى النهاية من أجل بناء مؤسسات قوية حديثة على قاعدة دستور لتونس، دستور يحقق تطلعات شعبها وشبابها ونسائها وجهاتها وفئاتها وأمنها وجيشها ومؤسساتها، من أجل دستور تفخر به البلاد يعلي من مقامها ومكانتها ودورها وإشعاعها. تونس الحضارة، تونس الثقافة، تونس الثورة، تونس الهوية، تونس الشعب والسيادة، تونس الحوار والوفاق، وتونس الثورة، تونس الثورة، تونس الثورة. عاشت الثورة والمجد للشهداء. ودمتم أقوياء بالله، دمتم أقوياء بوحدتكم، دمتم أقوياء بولائكم للوطن، ودمتم أقوياء بالتزامكم بأهداف ثورتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة، وسنهتف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة.